اسمع. يلا اتفضل. كانت في بنت هي قاعدة في بلد، وهي نقلت لمكان تاني. هو نفس البلد بس مكان تاني. فتعرفت على بنات تانية، صاحبت منهم بنت بقت قريبة ليها قوي. وفي بنت تانية برضو هما كلهم صحاب مع بعض. فالبنت دي جه يوم عيد. البنت دي عندها أخ شاب. هو يعني هي البنت عندها 18 وهو عنده، يعني هو أكبر منها بسنة سنتين كده. فطبعا هو جاي يهزر معاها، فهي ما كانتش قابله في الاول. فبعد كده هزروا مع بعض وضحكوا وبداوا عايز هو يكلمها، وهي كانت رافضه لان هي ملهاش في كده، او هي مش عايزه تكلم حد. كويسه ومحترمه يعني. فطبعا الولد فضل يحاول معاها لحد ما كلمها. ساعتها اخته حذرت حذرتها منه. قالت له إن اخويا ده مش اخويا بتاع بنات ومش كويس وكده. فطبعا البنت راحت قالت للولد، والولد قال لها لا. صدقته. وصاحبتها التانية اللي هي صاحبت عليها قوي برضه قالت لها نفس الكلام. برضه ما صدقتهاش. وفضلت تكلمه. فطبعا عرفت صحابها اللي هم قريبين منها اللي معاها في مدرستها. فمنهم بنت كانت صاحبتها برضه وقريبة منها. فالبنت دي كلمته. وهي البنت عارفة ان يعني البنت اللي هي حبته وكلمته قالت لصاحبتها، فصاحبتها كلمته. فلما صاحبتها كلمته كانوا بيتكلموا عادي في الاول، وهي عارفه ان هم كانوا بيتكلموا عادي. احنا ممكن نقول اسماء بس عشان ما نتلخبطش. البنت اللي حبته مثلا اسمها منى. الولد اسمه محمد. طب صاحبتها. دي اسماء حقيقية ولا اسماء لا كده مش كده؟ اسماء حقيقيه، انا بقول عشان انتوا كده كده وكده. هتتلخبطوا، كده فاهمني. مش كده وكده تمام. البنت اللي حبته اسمها منى، والولد اسمه محمد اللي هو بيكلمها وبيقول ان هو بيحبها. والبنت اللي هي صاحبتها اللي معاها في المدرسه اللي حكيت لها اسمها مريم. فمنى كانت عارفة إن مريم بتكلم محمد كأنه صحاب عادي. ولما بيجي يتخانقوا هو بيحكي لمريم ومنى برضو بتحكي لمريم. فطبعا جه وقت فترة طويلة كده كانوا قعدوا يتكلموا وهي ما تعرفش. هي هي منى قالت لها انت بتكلمي محمد. قالت مريم قالت لها لا انا ما بكلموش. طلعت صاحبتها بتخدعها وبتكلمه، وبيتكلموا هما الاتنين. والبنت اصلا اللي هي اسمها مريم دي مخطوبة. فكانوا بيتكلموا في حاجات غير لائقة كمان، يعني مش كلام عادي. فطبعا منى ذكية جدا. فقالت له انت بتكلمها؟ قال لها لا، فهي سكت. فاخته اللي هي صاحبة منى كانت اسمها اسراء. قال لها اه انا شفت الشات بينهم وهما بيقولوا كذا كذا. فهي مسكت موبايلها وهي مش واخدة بالها، وخدته وقالت هعمل فيه حاجة. ففتحت الموبايل وعملت بصمة ليها وفتحت الرمز ودخلت على الشات وشافت كل الرسائل. راحت واخداها سكرينات، واخدة تسجيل شاشة كمان، وراحت نقلها على موبايلها ومسحت السكرينات من عندها. وواجهتها بيهم قدام المدرسة كلها وقدام صحابها، وضربتها بالقلم جامد. وقالت لها انت ازاي تعملي كده؟ انت كنت صاحبتي، انا كنت بعتبرك امي التانية. قالت لها انا ما اتكلمتش. هي فضلت ساكتة. راحت ضربها بالقلم. وبعد ما ضربتها منى قعدت تعيط من اللي بيحصل فيها. فقعدت كده خلاص يعني كده البنات كلها اللي هم اصحابنا عرفوا بالموضوع. وراحت هي خلاص بقى محدش بيكلمها خالص. بس وعدى الوقت وقعدوا ما يتكلموش فترة، لدرجة ان هي راحت رن على محمد وقالت له حصل كذا كذا من منى. راح هو مسك هدد منى. وكان معاه صور وفيديوهات ليها، بس صور فيديوهات عادية مش حاجة. انا وراها للشباب بتاع المكان اللي هي قاعده فيه. كل الشباب لما يشوفوها بيتكلموا عليها. والموضوع اتنشر جدا. بس كويس، بس اهلها معرفوش بالموضوع، يعني الجيران عرفوا بس محدش قال لاهلها لان اهلها صعبين شويه.
فطبعا الموضوع عدى عليه فترة وخلاص خلص، وهي مبقتش بتكلمه والموضوع خلص خالص. فجاه البنت ايه، حلفت هي حبته بجد، حلفت ان هي مش هتكلم بعديه غير لما تبقى مخطوبة. فطبعا البنت بعد فترة، بعد سنتين، دخل واحد تاني في حياتها. فهي ما كانتش قابلة ان هي تكلمه، بس هي كانت كسيفاه كشخصية ان هو محترم وكويس. فطبعا هي كانت رافضة برضه. فصحابها، بنت من صاحبتها قالت لها لا انا عارفاه وهو كويس ومحترم وباين عليه بيحبك وان هو عايز يخطبك. فطبعا البنت وافقت، بس ما كانتش لسه حباه، يعني كانت بيتكلموا، قعدوا فترة يتكلموا يجي 4 شهور كده. ف... فهي ما كانتش حباه، بيتكلموا عادي بس لسه ما حسيتش بالقبول معاه. فقعدوا يتكلموا فترة وكده. ف... فهي شكت فيه في مرة لأن هو كان بيفتح وما كانش بيكلمها وبقى تقيل عليها. فهي دخلت كلمته من رقم واحدة صاحبتها. فهو دخل كلم عادي وطلع أصلا بيضحك عليها برضه، كان بيقول لها أنا هخطبك. فالبنت اتعقدت وبقت حياتها وحشة جدا، وعلى طول بتبقى قاعدة كده بتعيط بتعيط بس، ومش عارفة تعمل ايه. وعندها اخواتها اتخطبوا الاتنين، والبنت دي لسه مش مخطوبة. وكل شوية ده يقول لها اخواتك الصغيرين اتخطبوا، انت ازاي ما اتخطبتيش؟ آه فهي متعقدة من كله، بس هي وصلت لحد هنا بس مش حاجة تاني. خلاص كده. انا مش عارفة اتكلم اصلا.